امشي ورانا ان شاء الله هتستفاد. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك ما تقلبش الفرشه. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه. الناس معتقده ان تحويل الكتكوت او الفرخ بتاعك لما بيجي يحول لحم بيحول بدايه من عمر 20 او 25 يوم. طبعا ده اعتقاد خاطئ يا جماعه، لان الكتكوت بيحول بدايه من العمر اللي احنا فيه النهارده ده، عمره 7 ايام. يعني الفراخ اللي قدامنا او الكتاكيت اللي قدامنا دي عمرها النهارده 7 ايام. فلو عاوز تعرف او عاوز توصل فراخك ل 2 كيلو ونص و3 كيلو زي الفرخ اللي قدامك ده على عمر 35 يوم، يبقى الفيديو ده مهم ليك جدا. كمل معايا الفيديو للنهاية، هتستفاد ان شاء الله، وهتعرف ان في حاجات بسيطة بنعملها يا جماعة نقدر ان احنا نوصل الفراخ بتاعتنا لل3 كيلو. الامر سهل، مفيش فيه مشكلة. زي ما قلنا يا جماعة ان الكتاكيت اللي قدامنا دي ده اليوم السابع بالنسبة لها. بداية من اليوم السابع أنا ببدأ إن أنا أجهز الكتاكيت بتاعتي إن هي تزيد معايا، إن هي ترمي معايا لحم بعد كده. يعني من اليوم السابع أنا في حاجات كده بعملها، الحاجات ديت هتخلي الفراخ بتاعتي إن شاء الله أول ما توصل معايا 32 33 يوم تلاقيها جايبة معاك 2 كيلو ونص و3 كيلو عادي، مفيش مشكلة. وهتلاقي ناس كتير جدا بتربي فراخ تلاقي الفراخ بتاعتها بتوصل معاها 3 كيلو عادي، مفيش أي مشكلة. بيعتمد في الاساس على نوعيه الكتكوت. انت جايب كتكوت كويس وبتحط عليه او علفه كويسه، يبقى خلاص المشكله كلها او اللي لسه باقي في الموضوع كله انت بتمشي مع الفراخ ازاي. هتمشي مع الكتاكيت اللي عندك دي ازاي عشان اوصلها لخمسة على 35 يوم اوصلها ل3 كيلو. انتوا عارفين يا جماعه ان احنا عملنا الدوره ديت في شهر 7، حاليا في شهر 7، يعني في عز الحر. درجه الحراره ماسكه معانا السنه دي 43 و45، والرطوبه عاليه جدا زياده عن اللزوم. لازم افهم سلوك الكتاكيت وافهم الكتاكيت محتاجه مني ايه عشان اعمله، لاني لو عملت الحاجه اللي الكتكوت محتاجها هيقتله الظروف وهيقتله الجو. يبقى الكتكوت بتاعي ان شاء الله هيبقى ماشي معايا تمام وهيبقى مرتاح في المكان وهيرمي معاك اعلى وزن. يبقى اول حاجه هنعملها ان احنا نهتم بالظروف بتاعه المكان عندي اللي الفرخه عايش فيه. طب اول حاجه عندي في الظروف دي الفرشه. لازم الفرشه تحت الفراخ دايما تكون الفرشه عندك مورقه، ما تبقاش مكمكمه او معرقه او مبلله او الكلام ده. احنا قلنا اصلا ان الجو رطب، ما تقولش ان الكناكيت عندي النهارده 7 ايام معنى كده ان مفيش رطوبه، لا. هتلاقي رغم ان هي 7 ايام بس فيه رطوبه. لو كان المكان عندك مكتوم او كان المكان ضيق زياده عن اللزوم هتلاقي في رطوبه في الفرش. فتهتم ان المكان عندك يكون واسع. زي ما قلنا ان في الصيف المتر بياخد معانا 5 فرخات وهم كبار. اعمل حسابك في الحته دي. النهارده 7 ايام الفراخ بتاخد معايا تقريبا نص المساحه اللي في المكان عادي، ما عنديش مشكله. اوسع بزياده، اخلي الفرشه عندي كويسه واخلي الفرشه عندي دايما ناشفه ونظيفه. بقلب الفرشه اول باول واخد بالي من الفرش، دي حاجه. الحاجه التانيه يا جماعه، عاوزكم تلاحظوا كده معايا الكتاكيت اللي عندي. بص على الكتاكيت اللي قاعده هناك دي. الكتاكيت قاعده بتنهج بتلحلح بتتنفس من بقها. اول ما تشوف الكتكوت عندك او الفرخ عندك بيتنفس من بقه تعرف ان الجو عندك حر زياده عن الحراره اللي الكتكوت محتاجها. يعني الكتكوت بيحتاج درجه حراره بعد ال7 ايام اللي احنا فيهم دول، درجه حراره 30 مثلا، 30 تمام. حاليا درجه الحراره عامله بره 43 و45، عندي في المكان هنا عامله 35. ده معناه ان الجو اعلى 5 درجات من اللي الكتكوت محتاجه. يبقى انا اعمل ايه؟ اشغل مروحه في العمر ده، شغل مروحه عادي ما عندكش اي مشكله. وافتح الشبابيك على وسعها، بس لما تيجي تشغل مروحه حطها على كرسي او على اي حاجه عاليه، وترفع الوش لفوق على اساس الهواء ما يبقاش مباشر على الكتكوت. تمام. يبقى انت هوي خالص. افتح الشبابيك بتاعتك بالنهار وبالليل. في ناس تقول لي انا بقفل بالليل اصل خايف من الجو. خايف من ايه؟ درجه الحراره اصلا حتى بالليل ما بتنزلش لل 35. فهو خالص وفتح خالص وما تقلقش على الكتاكيت بتاعتك. الحاجة التانية رفع العلف على الأقل من ساعتين ل3 ساعات خلال فترة الحر دي. حتى هو كتكوت عمر 7 أيام، عمر 7 أيام بداية من ال7 أيام هشيل العلف من قدام الفراخ من الظهر للعصر، يعني في حدود ال3 ساعات. في ناس بتخاف من الحتة دي. في ناس لما أجي أقول لها ارفع العلف يقول لي إزاي، ده كتكوت، ده محتاج ياكل ومحتاج يتأسس. ده لو أنت مكانك مكيف يعني في المزرعة، حاطط تكييفات ومظبط المزرعة بتاعته وعنده مراوح وعنده خلايا تبريد والكلام ده كله، فما عندناش مشكله يا عم. حط العلب بالنهار وبالليل، انت ما عندكش اي مشكله، انت اصلا ظابط درجه الحراره بتاعتك.
لكن انت بتربي تهويه في مكان معتمد على التهويات المفتوحه، اذا كانت في شقه او غرفه عندك في البيت او مزرعه بس معتمد على التهويات المفتوحه، ما عندكش ولا مراوح ولا خلايا تبريد ولا الكلام ده، يبقى في الحاله دي شيل العلف من الظهر للعصر 3 ساعات حتى وهم كتاكيت بدايه من 7 ايام، لان الكتكوت عندك اصلا مش قادر يتنفس، بيفقد ميه كتير من جسمه، فانا مش عاوزه ياكل، بتحط له الميه بس وكفايه عليه ميه ساقعه. تمام. بتغير دايما الميه بميه ساقعه اول باول. بتيجي بقى بعد كده لما تنزل العلف زي ما انت شايف كده، ما شاء الله الفراخ بتاعتنا كلها هجمت على العلف وهجمت على الميه، بتاكل وبتشرب والدنيا تمام، مفيش اي مشكله. لاحظ برضو معايا ما شاء الله الكتاكيت عمر يوم لما كانت جايه الطبق اللي قدامك ده بياخد تقريبا 25 كتكوت عمر يوم. لاحظ كده، شوف عدد الكتاكيت اللي موجوده في الطبق، ما شاء الله عدد الكتاكيت تقريبا 10 كتاكيت، معنى كده ان حجم الكتاكيت عندي في 7 ايام داخل على ال 200 جرام، ودي حاجه كويسه جدا جدا، وزن ممتاز على 7 ايام. ده ليه؟ ده بسبب النظام اللي احنا بنقول عليه ده. خد بالك من الكتكوت بتاعك، امشي على حسب الجو، او فتح من اول يوم عادي، ما تخافش، انت في شهر 7 درجه الحراره عاليه، فما تقلقش من اي حاجه، اعمل زي ما بنقول وان شاء الله هتلاقي الدنيا ماشيه معاك تمام. تعالوا كده اما اجيب لكم كتكوت عشان تشوفوه وتشوفوا احنا كلامنا مظبوط ولا لا، وحجم الكتكوت على ايدي عامل ازاي. شايفين يا جماعه ما شاء الله الكتكوت عامل ازاي؟ شايفين الحصره بتاعته كمان عامله ازاي؟ الكتكوت واكل، ما فيش في عندي اي مشكله. دايما في مشاكل بتقابل الناس مع الحر ده، ان حتى الفراخ وهي كتاكيت لسه تلاقي الفراخ، في فراخ ما بتاكلش، في فراخ بتكش، في فراخ بتنفد، الكلام ده كله. لا ما شاء الله حركه الفرخ وحيويته تمام، والكتكوت والحصل عنده ملانه، ما عندناش اي مشكله. وده يا جماعه اليوم الثامن، شوف الفراخ عامله ازاي. نفس الكلام اللي انا قلت عليه، بكرر نفس الكلام اللي قلناه في اليوم السابع. بشيل العلف فترة الحر 3 ساعات على الأقل. بهوي على قد ما أقدر. الكتاكيت بتلحلح يا جماعة، الكتاكيت فاتحة بقها بتلحلح قدامكم أهي. يعني أنا ما بقولش أي كلام، أو مش بقول كلام إن أنا بقول لك امشي ورايا وخلاص، لا، الوضع قدامك بيفرض عليك. أنت شوف الكتكوت بتاعك عامل إزاي. طبعا لو بتربي في مكان مكيف زي ما قلت، او بتربي في جراشات تحت البيت، لا شايف ان الكتكوت بتاعك تمام خلاص، عاوز تلم التهويات شويه مفيش مشكله. لكن انا بتكلم ان المكان النهارده فوق او مكان مفتوح او الكلام ده درجه الحراره فيه عاليه، فزي ما انتم شايفين الكتكوت بيلحلح، فلازم ان انا اهوي خالص وافتح خالص، وبرضه رافعين العلف زي ما قلنا. زي ما انتم شايفين، بص انا بعمل ايه، بقلب الفرشه اول باول، كل يوم كل يوم بقلب فرشتي. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك ما تقلبش الفرشه، دي اكبر مشكله، وخصوصا في الصيف، خصوصا في الجو الحار. في ناس تقول لك لا سيب الفرشه زي ما هي وما تقلبهاش والكلام ده، وحط فرشه على فرشه، ده بيضحك عليك حرفيا. لازم تقلب الفرشه بتاعتك تقليب كويس جدا، بحيث ان انت بعد كام يوم ساعه ما تحس ان الفرشه ما بقتش نظيفه، شيل الفرشه كلها وافرش مكانها فرشه خفيفه. واحنا قلنا ان الفرشه بتاعتنا في الصيف اقل من 5 سم، 5 سم او اقل. تمام كده. بعد تقليب الفرشه ومع التهويات والكلام ده، بقوم منزل العلف بتاعي زي ما انتم عارفين. طيب، في حاجه انا قلت لكم ان احنا في الفيديو ده ان شاء الله هنقول لكم على شويه حاجات تعملوها تظبط معانا الكتكوت بتاعك ده، وتخليه يحول لحم بسرعه، وتخليه يجيب معاك فوق ال 3 كيلو، فوق ال 3 كيلو كمان على عمر 35 يوم. من ضمن الحاجات دي، اولا انا هحط الميه اللي انتم شايفينها دي ميه ساقعه، ميه ساقعه من الثلاجه. يعني شوف في العمر ده وهحط ميه ساقعه. ناس بتخاف وناس بتقول لك لا ده انا خايف صدر الفرخه يتجرح، الفرخه يجي له برد، الكلام ده مفيش الكلام ده. الدوره دي احنا هنكملها مع بعض، وهتشوف الفراخ عامله ازاي في النهايه ان شاء الله. فهحط ميه ساقعه من الثلاجه، وهستخدم ايه بقى؟ الحاجه اللي احنا قلنا ان احنا لو استخدمناها مع تظبيط الجو والظروف هتجيب معانا اوزان. اول حاجه هنجيب املاح معدنيه يا جماعه. زي ما انتم شايفين في حاجات كتيره، وفي حاجه اسمها الموفوس زي دي، وفي الترا فوس، وفي املاح معدنيه انواع كتيره جدا موجوده عند البيطري. هنحط الاملاح المعدنيه بالنهار بتبقى 2 سم على لتر ميه. يبقى الاملاح المعدنيه من اليوم السابع واليوم الثامن واليوم التاسع بحطها بالنهار يوميا لمده 12 ساعه بالنهار. هنحط قد ايه؟ 2 سم على لتر ميه. تمام. بحط الاملاح المعدنيه، ببقى معطش الفراخ قبلها بشويه، وطبعا الكلام ده انتوا عارفينه ان احنا قبل ما بنحط علاج او بنعمل خلطات في الميه او الكلام ده لازم نعطش شويه. بعطش الفراخ شويه، بعد كده بنزل الميه بالعلاج قدام الفراخ. ما شاء الله الفراخ طبعا لانها متعطشه شويه ساعه ولا حاجه، هتلاقي الفراخ كلها قامت هجمت على الميه، وزي ما انتوا شايفين ده حصل دلوقتي اهو.
الفراخ كلها قامت تشرب. شوف حجم الفرخ بتاعي اللي عمره 8 ايام، ما شاء الله السقايه ديت 4 لتر. قارن حجم السقايه كده بحجم الفرخ، وشوف ايه اللي تحت السقايه ده حامل يا جماعه، حامل حديد. في منه بلاستيك وفي منه حديد موجود عند البيطري. انا رفعت السقايه على الحوامل لان الفراخ عندي ما شاء الله الفراخ رفعت، حجمها ظبط والفرخ علي. ولازم اكون باكل وبشرب في مستوى وقفه الفرخ. الفرخ عندي النهارده 8 ايام ما شاء الله علا، فرفعت السقايه على حامل عشان ما يبقاش نايم وهو بيشرب. تعالوا بقى كده اما اجيب لكم كتكوت كمان النهارده كده، شوفوه النهارده اليوم الثامن. تعالوا نشوف الكتكوت بتاعنا شكله عامل ازاي. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله. كتكوت النهارده 8 ايام، شايف التقسيمه وشايف الغرفه عامل ازاي، حاجه تفرح، حاجه ما شاء الله زي الفل. ده انتاج الشغل اللي احنا عملناه خلال ال7 ايام اللي فاتوا دول. كتكوت ممتاز، ما عنديش ولا كتكوت رفيع، ما عنديش مشاكل خالص في الكتاكيت. ده اللي احنا بنقول عليه. احنا بنقول امشي زي ما احنا بنقول، امشي ورانا ان شاء الله هتستفاد. الفرخ ده النهارده معدي ال 200 جرام على عمر 8 ايام، داخل في الربع كيلو، يمكن معدي ربع كيلو على عمر 8 ايام. على ايدي عامل ازاي، حاجه فوق الممتازه، ربنا يبارك يا رب. فكده احنا خلصنا. لو مشينا على السابع والثامن والتاسع زي ما بنقول تهويه كويسه، رفع العلف ال3 ساعات بتوع الظهريه من الظهر للعصر، ونحط املاح معدنيه طول النهار، وهنحط مجموعه فيتامينات الف د 3 ايه طول الليل يوميا لمده ال3 ايام دول. ويبقى كده خلصنا السابع والثامن والتاسع. ان شاء الله الفيديو الجاي هيبقى بدايه من عمر 10 ايام، هنشوف حجم الفرخ، حيويته، وزن الفرخ عامل ايه، وايه الحاجات اللي ممكن نستخدمها خلال ال4 5 ايام اللي هم بعد ال10 ايام باذن الله. اللي محتاج اي حاجه يبعت لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.